باينه كملوا لك كامل الافكار وراكي حايره شديري اليوم الفطور. ما تنسيش بلي بلادنا واسعه وفيها اطباق بزاف ما يتحصوا ما ينعدوا. ونشوفوا معا طبق من اطباقنا الجزائريه التقليديه بامتياز، وروحوا رافقونا لفكره اليوم. هنايا في صوتوز وكميه من الزيت، نحطهم على نار هاديه وملعقه صغيره تاع زبده، ونحط الكميه تاعي كسوا اللحم ولا الدجاج، نقليه غايه في ديك الزيت والسمن، ونزيد حبه بصل كنت نحطها في لاشواغ، ندبلها غايه هذاك البصل يدبل ويدوب، ونضيف عليه التوابل. عندي فلفل اسود، سكنجبير، عود قرفه، وهنا في هذا الاثناء ضيفي الحميصه. انا رحت مرقت، نسيت الحميصه، مرقت بالماء سخون، لازم تمرقي بالماء سخون. ضيفي الحميصه قبل ما تمرقي، وزيدي الملح في الاخير، وغطي وخلي كل شيء طيب. من بعد هنا في اشواغ يكون شويه كبير، حطيت المعدنوس، حبه بصل متوسطه، لا فيونداشي او اللحم مفروم، عندي فلفل اسود، عندي الملح، عندي صفار بيضه، ونطحن كلش. وهاد العمليه نديرها تاع نطحن كلش بس تساعدني من بعد. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، نشكلهم كويرات، شوال الكويرة الواحدة راح تكون شوية كبيرة، وهنا على حساب الكمية تاع اللحم مفروم تاعك. من بعد جبت بيض مغلي ورايحة نحل الحبة تاع لافيونداشي، وندخل الحبة تاع البيض ونغلق عليها مليح. هنا لازم تغلقي وتضغطي عليها مليح باش يلصق هذيك لافيونداشي مع البيض تاعك. من بعد هنا في مقلاة فيها الزيت رايحة نقلي لي بول تاوعي تاع لافيونداشي مع البيض المغلي اللي في الوسط، نقليهم بطريقة عادية على نار متوسطة. بعد ما نقليهم نحطهم بجهة ونولي للطاجين تاعي. هنا رايح طاب اللحم، نقلعه ونحط لي بول اللي كنت قليتهم ديجا، يتشربوا من هذاك المرق وياخذوا البنه تاعه، ونخلوهم بجهه. من بعد هنايا درت لي كروكيت تاع الروز، عندنا لي زيبيس والثوم معدنوس والملح والزيتون مقطع افيلي وحبه بيض، خلطت كلش وشكلتهم دي سيجار كيما راكم تشوفوا محشيين بالجبن. درتهم هكا بهذا الشكل، وديري الشكل اللي تفضليه. من بعد هنا في مقلاة فيها الزيت نغطسهم في البيض ونقليهم بالطريقة العادية، وفوالا طاجين الرخام الجزائري بامتياز اللي رايحة تكون بنته بنة ولي كروكيت تاوعنا. وبلا ما ننسى أطباقنا الجزائرية راها عديدة اي سورتو بنينة. وإن شاء الله يعجبوكم أفكار اليوم. ما تنسوناش بالاشتراك باش توصلكم كل يوم وصفة. تعيشي وتفني في كوزينتك.